ما هي الخطوة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ لو يعلم صاحب هذه الخطوة إذا وقف 40 عام أو 40 سنة خير له من أن يخطوها. ما هي هذه الخطوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من عذاب لوقف 40 سنة قبل أن يخطو هذه الخطوة. ليه يا نبي الله؟ ليه يقف 40 سنة خير له من أنه يخطو أمام المصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أذى للمصلي وتشويش وخروج المصلي عن خشوعه. سبحان الله. فقال إن هو ليه كبيرة، فهو ليه عذاب من أن يخطو بين يدي مصلي. طيب إذا حد جاء يعدي قدامنا وإحنا بنصلي، علينا بأن يمد يدانا، نستوقفه حتى لا يمر أمامنا وإحنا بنصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توقف خلاص. طب إذا لم يوقف، لو ما وقفش عن المرور، نقاتله ولا يمر من شدة العذاب. لا إله إلا الله. حاجات ممكن نعملها يا حبايبنا في الله من غير ما نقصد، وناخد عليها وزر وناخد عليها عقاب من الله عز وجل. عشان كده لازم نتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هو خير قدوة، خير أسوة حسنة للمسلمين، ويعلم ما ينفع المسلم وما يضر المسلم. يبقى المرور أمام المصلي فيه شدة عذاب للمار، ان هو بيأذي المصلي، كمان ان المصلي ممكن يخرج عن خشوعه وعن ادائه للصلاة بشكل سليم. يبقى احنا نمنعه عن المرور بان احنا نمد دراعنا ونخليه نمنعه عن المرور. طيب توقف وخلاص، كان بها خير وبركة. ما توقفش، نقاتله، يعني زقه بشدة شوية، عشان ده فيه أذية. ومفيش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أو وجهنا إليها إلا وهو خير لكل مسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا كنت أول مرة تعرف المعلومة، شير عشان يستفيد الغير. دمتم بخير.